حابب اتكلم فيه شويه. حضراتكم عارفين امبارح الوداد كان بيلعب المغربي طبعا قدام سان داونز جنوب افريقيا في بريتوريا، وتوقعات والناس وانه سان داونز هو اللي هيقابل الاهلي والنهائي الاهلي وسان داونز، واذ بالوداد يعمل ماتش رائع ويتعادل 2-2، لانه كان يتعادل الماتش الاولاني 0-0. يصعد الوداد المغربي للنهائي يقابل الاهلي. الماتش الاولاني هيكون يوم الاحد الجاي زي النهارده وعليكم خير باذن الله. يوم 4 يونيو، يوم 4، يوم الاحد 4 يونيو. المباراه الاولى في القاهره على استاد القاهره. المباراه الثانيه اللي هي يتسلم فيها ان شاء الله الكاس، وان شاء الله تكون للاهلي ال11 باذن الله في كازابلانكا ملعب محمد الخامس. انا ليا طلبين، وبالمناسبه الطلبين مش عشان انا مشجع الاهلي، لا، النادي الاهلي يمثل مصر. في حد عنده اعتراض على ده؟ يمثل مصر. في حد تاني هيلعب النهائي غير الاهلي؟ هو الاهلي. فاحنا بنتكلم النهارده الاهلي مصر والوداد المغرب، وفريق عربي شقيق. وكان لينا يعني اشقاء لينا كانوا معانا في القمه العربيه من المغرب، المملكه المغربيه يعني. اول ما شافوا وبتاع واتكلمنا وقعدنا نتكلم شويه عن القمه وشويه عن الكوره وبيشكرونا على تشجيعنا المنتخب المغربي في كاس العالم. يعني مش عايز اقول لكم شكروا قد ايه الاعلام المصري والشعب المصري بصراحه. هم اعلاميين كانوا معانا. وجال الماتش اللي اتلعب امبارح، الكلام ده كان يوم الجمعه، كله كان يعني يقول لك خلاص الوداد وبيشجعوا الوداد. قلنا قد تحدث مفاجاه، قال لك لا صعب قوي المفاجاه. حصلت المفاجاه. حصلت ايه المفاجاه؟ الوداد لعب ماتش قوي جدا امبارح. عندنا حاجتين مهمين. الحاجه الاولى، سيد محمود توفيق وزير الداخليه مشكورا، تاني مشكورا، يوم مباراه الهلال هنا سمح الرجل بالساعه الكامله. يعني ملى الملعب، مفيش موضع لقدم، مفيش موضع لقدم. وكان الجمهور هو رقم واحد مش 12. جمهور النادي الاهلي هو رقم واحد مش رقم 12، اللي هو من اول ثانيه وقبلها والتشجيع والدعم والترندات والهاشتاجات والسوشيال ميديا كله بيشتغل والمواقع كله بيشتغل دعم للنادي الاهلي. حصل ده وحصل ماتش الرجاء و50,000 وعدى. المباراه اللي جايه ما فيهاش الا الجمهور ده. هذا هو الجمهور، هذا هو جمهور النادي الاهلي. الجمهور ده كل مواطن مصري بيشجع الاهلي، بيشجع غير الاهلي، لانه في الاخر البطوله تكون ان شاء الله بطوله مصريه تحسب لمصر، لفريق مصري هو نادي القرن اللي حاصل على اكبر بطولات. حصل على 10 بطولات من هذه البطوله. الاميره النادي الاهلي 10، وان شاء الله ال11 جايه. فباذن الله اتمنى هذا المشهد نراه يوم 4 يونيو القادم استاد القاهره، اللي هو مشهد بيلف الدنيا. بالمناسبه المباراه دي بيتفرج عليها اعداد بمئات الملايين حول العالم. ده ماتش مش ماتش للقاره، لا، قارات بتتفرج على الماتش ده، لانه دول افضل فريقين في قاره افريقيا اللي هيلعبوا النهائي. هو ده الطبيعي، ما هو مش هيطلع النهائي الا فريق قوي. فدول الافضل في افريقيا دلوقتي، الاهلي والوداد. بنكرر سيناريو السنه اللي فاتت،
لكن السنه اللي فاتت كانت مباراه واحده، نهائي من ماتش واحد. السنه دي عندنا ان شاء الله فرصه كبيره للغايه. الاهلي مع كولر في افضل مستوى ليه حاليا، في افضل مستوى للنادي الاهلي. كولر مدرب محترف، مدير فني محترف، يعني فعارف يعمل ايه. يتطلب النادي الاهلي يجد جمهوره يملأ استاد القاهره تاني، يملأ استاد القاهره. نتكلم على ساعه كامله، نتكلم على تشجيع، نتكلم على النادي الاهلي يحتاج لجمهوره في هذه المباراه. لانه تاني بقول هذه المباراه تخلص من هنا ان شاء الله، تخلص باكتر من بهدفين على الاقل هنا، تاني بهدفين على الاقل على استاد القاهره، هدفين تاني على الاقل. بكرر الحكايه دي لان انت ما تعرفش لما تروح هناك ايه. وشفنا السنه اللي فاتت، وتقديرنا الكبير لاشقائنا في المغرب، ولكن انا هنا بتكلم على كوره، بتكلم على رياضه، بتكلم على نهائي لابطال افريقيا رقم 3 او رقم 2. فاحنا هنا بنتكلم على الجمهور، نتكلم على التشجيع المثالي، نتكلم على كمان اتمنى، وانا هنا بخاطب كابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي، اسعار التذاكر خفضوها شويه، يعني اسعار التذاكر قللوها شويه سعرها، يعني عشان يعني تدي اتاحه لكل الناس تشتري وتبقى موجوده وتروح.